بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه حبايبي؟ يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول، نبدأ الفيديو الجميل ده مع بعض النهارده. وهو ان احنا النهارده بقى ايه، عملنا شوية فطير بالعسل، حاجة كده فاخر من الاخر، طعمهم تحفة. ما تقوليش فطير، تقولي مشبكة، طعمهم مقرمش وحلو قوي، طريقة سهلة وبسيطة جدا. وجربها معايا. انا عاملاها من ايد ام علي، انا اللي عاملاها بطريقتي، طعمها تحفة واولادي حبوها جدا. واعمليها حاجة حلوة كده مسكرة نفس طريقة الفطير بس بالعسل. هتدوقيه وهتجربيه، هيعجبك جدا وهيعجب اولادك وهيعجب جوزك. ويلا بينا نشوف الطريقة ونشوف عملنا الجمال والحلاوة ديت ازاي. لو اول مره تشوفي قناتي، يا ريت تشرفيني وتنوريني كده وتحطي لي اللايك وتحطي لي اشتراك وتكتبي لي كومنت جميل زيك كده، وقولي لي بتشاهديني من اي بلد. يلا بينا. بوريك الفطيره اهيت، كانت مقرمشه ومستويه من جوه وطبقات وبتنز عسل كده، وكان طعمها تحفه. وطريقتها سهله جدا زي اي طريقه فطير ممكن تعمليه، بس عاملينه صغير وعاملينه على البوتاجاز مش في الفرن. شفت الجمال والحلاوة ديت؟ عاملينه على البوتاجاز في الطاسة. ويلا بينا نجرب الجمال والحلاوة ديت وبوريكي. شوفي من تحت زي من فوق، ومفتح ومورق كده ومقرمش، وكان طريقته جميلة. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. يلا بينا. اول حاجة بقى جبنا ايه؟ 3 كوبايات دقيق، بنفس الكوباية ديت. انا حللت 2 وقلت احلل معاكم التانية مع بعض. عملنا 2 كده نخناهم وايه، وجبت التانية كده معاكم بالمصفى بتاعتنا الحلوة ديت، عشان ما يبقاش فيهم ايه، ولا عفر ولا ردة ولا اي حاجة. ده دقيق من بتاعنا البيتي، دقيق القمح. لو عندك فينو بيبقى جميل وهيطلع معاكي احسن، وهيطلع ابيض عن كده. وكمان العسل يا حبايبي عملناه بسكر التموين، ما كانش عندنا سكر ابيض. اقتصادي جدا، فطير بالعسل اقتصادي جدا وتحفة، وكان جميل. بصي بصراحة انا رصيت الصينية ما قعدتش. خلاص حطينا بقى كده ايه، إيه، رشة ملح بسيطة ونص معلقة سكر على ال3 كوبايات دقيق. وجبنا كوبايتين مية في طبق، وكوباية مية كمان جنبهم عشان نشوف هنحتاج مية قد ايه. ما حطيتش ال3 كوبايات كلهم، قلنا ناخد الاول الكوبايتين ونشوف هيفيد منهم مية ولا لا. هننزل بقى كده ايه بالمية على الدقيق بتاعنا، ونعجن بقى علشان نطلع الجمال والحلاوة ديت. خلاص لمينا العجينة اهيت. فاض من الكوبايتين المية شوية كتير، يعني يعتبر خدنا كوباية ونص مية بس، والكوباية التانية لسه زي ما هي. هنجيب بقى ايه عشان نلم العجينة بتاعتنا؟ هننزل بقى ب3 4 معالق زيت على العجينة بتاعتنا، نلم بها العجينة. وتخلي العجينة معاكي قوامها تعرفي تفرديه، ما يكونش ناشف، يكون لا لين ولا ايه ولا طري. العجينة قدامك اهي، تطلعيها بنفس القوام ده. شوفي انا بضغط عليها ما بتمسكش في ايدي خالص. جبنا بقى صينية وهندهنها شوية زيت. طبعا الفطير ده احنا مش هنفرده يا حبايبي بالدقيق، احنا هنفرده بالزيت وبالسمنة علشان يطلع معاكي مورق ومقرمش وجميل. هندهن بقى الصينية بتاعتنا ونقطع العجينة بتاعتنا بقى ايه لكور. احنا عملنا كام واحدة؟ عملنا 10، لا 8، عملنا 8، كل كورتين في بعض كده. بوريكم بقى وانا بقطع العجينة، بس طبعا انا ماسكة التليفون بايد واحدة، عشان كده مش عارفة اتمكن من الكور بتاعتنا ان انا اظبطها. هفصل معاكم واقطع الكور الجميلة ديت ويلا بينا. خلاص قطعنا الكور بتاعتنا ديت، يعملوا 8 فطرات. وجبنا كيس نضيف كده وغطيناهم شوية ي... يرتاحوا معانا كده. وبعدين على ما نجيب السمنة بتاعتنا الجميلة ديت، خدنا معلقتين سمنة بلدي حلوين كده، وعليهم معلقة صناعي، وسيحناهم على البوتاجاز، سخناهم كده. وهنجيبهم بقى ايه، نفرد بيهم العجينة بتاعتنا وندهنها ونفرد. يعني هنحط مع الزيت وهنفرد من تحت الفطيرة، ومن فوق هندهن بيها الطبقات بتاعتنا. وطالع طعمه جميل، كان جميل جدا بالعسل يا حبايبي. جربوا الطريقة ومش هتندمي عليها، طعمها وشكلها تحفة، جميلة جدا. دهنا الصينية اهيت، هنفرد بقى اول واحدة كده مع بعض.
ندهن بايه، نفرد كده الفطيره بتاعتنا، ناخد من على الصينيه كده علشان ايه، تبلي ايديكي علشان ما تمسكش في العجينه، وتفردي على قد ما تقدري، رققيها زي ما، حتى لو اتقطعت منك زي ما عملت معايا مش هتفرق حاجه، لان انت كده كده هتلميها ببعضها وهتحطي فيها واحده تاني ومش هتبان، هترجعي في الاخر هتفرديها هتبقى كرة واحده. كده بقى جبنا السمنه بتاعتنا وهندهن بيها الفطيره بتاعتنا اهيت، زي ما بتعملي اي فطير، بس الفرق ان ده صغير وهنعمله على البوتاجاز وهنسقيها عسل. طبعا العسل بتاعنا انا كنت مصوراه بس مش عارفه بصراحه هي الصوره راحت فين. العسل زي ما احنا متعودين، كوبايتين سكر وعليهم كوبايه ونص ميه، او كوبايه ونص سكر وعليهم كوبايه ميه، وعصره ليمونه، ونسيبهم يغلوا. واحنا بنطفي هنفضي عليهم كيس فانيليا 10 دقايق 7 دقايق، هيطلع معاكي القوام الجميل بتاع العسل الناجح اللي هتشوفيه دلوقتي. خلاص كده لمينا ايه واحدة، وهنفرد التانية بنفس الطريقة، وتدهني الصينية علشان الفطيرة متلزقش منك مع كل واحدة. هتفرديها تدهني الصينية الاول عشان متلزقش منك وتتقطع، تيجي تشيليها تعرفي تشيليها. العجينة معاكي ما شاء الله عليها طالعة ناجحة وجميلة، لان في العجينة كانت مظبوطة وانا بعجنها. ما تنشفيش العجينة علشان ما تشدش منك وتبهدلك، ومش كل ما تيجي تفرديها هتلاقيها ما بتفردش معاكي خالص. انما لما تبقى كويسة لا هي لينة ولا هي ناشفة هتطلع معاكي جميلة. خلاص دهنا الفطيرة التانية وحطينا ديت في قلبها اللي احنا عملناها الاول، وهنلم عليها الفطيرة بتاعتنا التانية، وهنركنها بقى كده ايه على على جنب كده على ما نعمل بقية الكمية كلها. طبعا الشوكة ديت انا جايباها علشان هنشكل بيها في الاخر. خليكي معايا، اللي يوصل معايا لحد هنا يا ريت ينورني كده ويحط لي اللايك ويحط لي الاشتراك ويكتب لي كومنت جميل زي كده. وبشكر كل حبايبي اللي بيشاهدوني وبيخشوا له جداد، بتمنى ان القناه تكبر بيكم واشوفها ناجحه بيكم باذن الله. خلصنا كده الكميه بتاعتنا كلها، عملنا كل الفطاير كل اتنين في قلب بعض، عملنا 8 وفردناها اهيت. وهنجيب الشوكه بتاعتنا بقى ونشكلها بها كده اي اشكال كده حابه تعمليها، تطلع معاكي جميلة جدا وحلوة قوي. بس بصراحة الفطيرة دي انا فردتها جامد عشان كده طلعت ايه مقرمشة وتحفة، كانت جميلة. بس انا في التانيين فردتهم يعني ما فردتهمش قوي زي دي، يبقى ايه لمها شوية في الفرد، ما تبقيش تفردها قوي كده عشان تعرفي تشيلها من على الصينية. كده خلاص جبنا الطاسة بتاعتنا بتاعت الكريب وحطيناها على العينة الصغيرة، وهدينا عليها النار، سخنت على ما فردنا، وبعدين دهناها بالسمنة بتاعتنا اللي كانت فايضة، وحطينا عليها اول واحدة عملناها. هناخد واحدة تانية ونفردها بنفس الفردة. جربي الطريقة معايا ومش هتندمي عليها. ديت بقى انا ايه ما فردتهاش قوي، خليتها وسط كده علشان تطلع معاكي تعرفي تشيليها من على الصينيه، ما بتبقى رقيقه قوي لان انت فردها على الصينيه مش هتعرفي تشيليها قوي. ولو حابه تفرديها على الصينيه مباشر يبقى هدي النار عليها وحطيها وافرديها على الصينيه مباشر. كده خلاص كنا بقى ايه حطيناها وغطيناها عليها علشان تستوي من فوق، هدينا عليها النار عشان تستوي من فوق زي من تحت وتورق معانا وتطلع جميلة كده. كنت انا مهدية عليها، كان لسه الطاسة باردة، هتستوي معانا دلوقتي وهنعلي عليها شوية وتطلع معانا حمرة من فوق ومن تحت بالجمال والحلاوة دي. شفتي
شفت الفطيرة معانا عاملة ازاي؟ ما شاء الله عليها، بتحكم على نفسها، طريقة ناجحة جدا وحلوة جدا. وعلى فكرة الحاجات دي بتتعمل الفطير ده وبتباع في الأسواق بنفس الطريقة ديت، بس بيبقوا مشكلينه بقى ايه أشكال تانية. كده خلاص العسل بتاعنا اهوت الجميل، حطينا الفطيرة حطيناها في العسل، وفضينا عليها عسل تاني بقى، وهنقلبها ايه ونسيبها دقيقتين تلاتة كده في قلب العسل. ونجيب مصفى حلوة كده ونحط فيها الفطيرة بتاعتنا علشان تتصفى، على ما نخلص بقية الكمية كلها. بس كانت جميلة، شربت العسل وهي سخنة كده، وكانت بتنز عسل كده وطعمها تحفة. حاجة كده ايه تعملها كده ايه تحلي بيها كده. هي كنا كنا نصها انا وعائشة واحنا واقفين. حطانا الاولانية اللي انا قلت لكم عليها كانت خفيفة جدا، بس كانت مقرمشة وجميلة. هنعمل غيرها بقى وهنشيلها كده نحطها مع التانية. طلعة جميلة جدا وناجحة جدا وبالكمية الجميلة الحلوة ديت. خلاص خلصنا كمية الفطير كلها، وكان مقرمش وجميل. يا رب الطريقة تعجبك، واشوفكم فيديو جديد يا احلى متابعين في الدنيا. ويا رب الحاجات اللي بكون بعملها بتعجبكم، جربوها معايا بنفس الطريقة هتطلع معاكي ناجحة جدا ومورقة وجميلة جدا وحلوة قوي. يا رب الفيديو يعجبكم، ولو حابين حاجة تانية اعملها لكم يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات. باي باي.